واش الأخ يقدر يسمح في خوه؟ واش يقدر يشوفو كيتعذب ويسكت؟ واش الجار يقدر يمد يدو لجارو في واحد الوقت اللي هو محتاج فيه المساعدة؟ اليوم غادي نحكيو على قصة شعب كامل عاش الاستعمار وقاتل باش يسترجع حريته. ولكن هاد القصة ما كانتش بوحدها، كانوا جيران فتحوا ليهم الباب، ساندوهم، استقبلوا قادتهم. وكانت حتى أرض المغرب شاهدة على واحد الفصل مهم من هذا التاريخ. هذه هي قصة الجزائر وقصة المغرب معها. في 1830 وصل الجيش الفرنسي للسواحل الجزائرية، ومن تما بدات واحدة من أطول وأعنف المراحل في التاريخ الحديث ديال المنطقة. ولكن قصة استقلال الجزائر ما كانش قصة شعب بوحدو، كانت كاينة مقاومة داخل الجزائر، وكانت كاينة دول وشعوب في المغرب العربي كتساند القضية الجزائرية. ومن بين هاد الدول كان المغرب. ولكن شنو كان بالضبط دور المغرب؟ واش المغرب غير تعاطف مع الجزائريين ولا فتح الحدود والأراضي ديالو للمقاومين؟ شكون كانوا قادة الثورة اللي جاو المغرب؟ وشنو وقع في طنجة سنة 1958؟ والأهم من هذا الشيء كامل، كيفاش تحول المغرب إلى واحد من أهم الداعمين للثورة الجزائرية قبل الاستقلال؟ اليوم غادي نرجعوا لأكثر من قرن للوراء، ونحاولوا نحكيو القصة من البداية بلا مبالغة وبلا حد في الأحداث اللي كتهم المنطقة كاملة. مشينا. قبل ما دخل فرنسا الجزائر سنة 1830، المنطقة ما كانتش دولة وطنية بالمعنى الحديث اللي كنعرفوه اليوم. كانت الجزائر مرتبطة بالدول العثمانية، وكانت كتعرف بإيالة الجزائر مع وجود مؤسسات وسلطة محلية قوية. وكان عندها موقع استراتيجي مهم في البحر المتوسط، وقوة بحرية لعبات دور كبير في التجارة والصراعات البحرية. ولكن أوروبا كانت كتبدل بسرعة. فرنسا، بريطانيا، اسبانيا كانوا كيتنافسوا على النفوذ في البحر المتوسط وشمال افريقيا. في 1830 قررت فرنسا تدخل الجزائر عسكريا. سقطت مدينة الجزائر، ولكن السيطرة على البلاد كاملة ما كانت سهلة، لأن المقاومة بدات من مناطق مختلفة. فمن أبرز الشخصيات اللي ظهرت في هذه المرحلة كان الأمير عبد القادر. جمع حوله عدد من القبائل ونظم المقاومة ضد الجيش الفرنسي، وحاول يبني سلطة منظمة وسط الحرب. معارك استمرت سنوات، وفي الأخير وبعد ضغط عسكري كبير استسلم الأمير عبد القادر سنة 1847. ولكن استسلام قائد واحد ما كانش معناه أن المقاومة سادت. المقاومات المحلية استمرت في مناطق مختلفة، وفرنسا كانت كتوسع سيطرتها تدريجيا، وبدات مرحلة طويلة من الاستعمار والاستيطان. خلال العقود التالية تبدلات بنية المجتمع الجزائري بشكل كبير. استقر عدد كبير من الأوروبيين، وتم الاستيلاء على أراضي واسعة وفرض نظام إداري وقانون استعماري. ومع بداية القرن العشرين بدات كتظهر نخبة سياسية جزائرية كطالب بالإصلاح والحقوق، حاجة زوينة. ومع مرور الوقت تحول جزء من الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالاستقلال. لكن نقطة التحول الكبرى غادي تجي بعد الحرب العالمية الثانية. في ماي 1945 خرجت مظاهرات في عدد من المناطق الجزائرية، خصوصا في السطيف، قالمة وخراطة. وقعت مواجهات عنيفة، وردت السلطة الفرنسية بقمع دموي. عدد الضحايا مازال موضوع مختلف، موضوع اختلاف كبير بين المصادر. ولكن المؤكد أن الأحداث كانت دامية وخلفت أثر عميق في الحركة الوطنية الجزائرية. بالنسبة لعدد من المواطنين الجزائريين، هذه المرحلة رسخت فكرة أن الطريق نحو الاستقلال ما غاديش يكون سهل. وبعد سنوات قليلة غادي تولد الثورة المسلحة. في 1 نوفمبر 1954 أعلنت جبهة التحرير الوطني بداية الكفاح المسلح.
وهنا بدات حرب حقيقية بين الثورة الجزائرية والجيش الفرنسي. ولكن الثورة كانت محتاجة أكثر من السلاح والمقاتلين، كانت محتاجة الدعم الخارجي. وهنا كيظهر الدور ديال الجيران ومن بينهم المغرب. في ذاك الوقت المغرب كان خارج حديثا من مرحلة الحماية الفرنسية، وبعد عودة الملك محمد الخامس واستقلال المغرب سنة 1956 ولات القضية الجزائرية حاضرة بقوة في الدبلوماسية المغربية. المغرب دعم حق الجزائريين في تقرير مصيرهم، واحتضن عدد من الجزائريين ومن بينهم عناصر مرتبطة بالثورة. والأراضي المغربية ولات عندها أهمية استراتيجية بالنسبة للثوار، خصوصا في المناطق القريبة من الحدود الجزائرية. ماشي غير السياسيين اللي كانوا كيتحركوا، كان كاين كذلك اللاجئون والمصابين والناس اللي هربوا من الحرب. وبالتالي المغرب ما كانش مجرد متفرج على الحرب، كان جزء من البيئة الإقليمية اللي كانت كتساعد الثورة الجزائرية على وهنا كنوصلوا واحدة من أهم المشاهد اللي خاصو يكون في الفيديو. طنجة، أبريل 1958. غادي يجتمعوا ممثلون عن قوة سياسية مغربية وتونسية وجزائرية. الهدف كان أكبر من مجرد اجتماع عادي، كان نقاش حول دعم الثورة الجزائرية والتنسيق بين بلدان المغرب العربي. وكانت الفكرة واضحة من الآخر، إذا كانت الجزائر كتقاتل من أجل الاستقلال فالقضية ماشي معزولة عن مستقبل المغرب العربي كامل. مؤتمر طنجة أصبح محطة مهمة في التاريخ المغربي، لأنه جمع القوى الوطنية من البلدان الثلاثة وناقش التعاون والوحدة المغربية ودعم القضية الجزائرية. مع مرور السنوات ما بقاتش الحرب الجزائرية مجرد حرب داخلية، جبهة التحرير الوطني بدات كتحرك دبلوماسيا على المستوى الدولي. في سنة 1958 تأسست الحكومة الجزائرية المؤقتة، أصبح عند الثورة جهاز سياسي كيمثلها خارجيا. وهنا زاد الدور ديال الدول اللي كانت كتساند القضية الجزائرية. المغرب كان من الدول اللي دعمت الحكومة الجزائرية المؤقتة سياسيا، وسمح باستمرار النشاط المرتبط بالثورة على أراضيه. مع نهاية الخمسينيات كانت فرنسا كتواجه ضغط متزايد، الحرب طولات، خسائر كبرات، القضية الجزائرية ولات معروفة على المستوى الدولي، مشاكل بالبالة تبرزيق. شارل ديغول رجع للحكم سنة 1958 بدا تدريجيا كيمشي نحو حل سياسي، وبعد مفاوضات صعيبة وطويلة بزاف وصل الطرفان لاتفاقية إيفيان سنة 1962. توقف إطلاق النار وتقرر تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، والنتيجة كانت لصالح الاستقلال. في 5 يوليو 1962 أعلنت الجزائر الاستقلال ديالها. أكثر من قرن من بداية الاحتلال الفرنسي كان قد مر، لكن القصة ما كتساليش هنا، لأن الجزائر المستقلة كانت خاصة تبني دولة جديدة وسط آثار حرب طويلة ومدمرة. في نفس الوقت العلاقة اللي كانت بين الجزائر والثورة الجزائرية أثناء فترة الكفاح غادي تعرف لاحقا تعقيدات وخلافات سياسية بين الدولتين. وهنا كنكتشفوا واحد الدرس مهم: التاريخ دائما ماشي أبيض وسود. ممكن تلقى دولتين تعاونوا في مرحلة تاريخية ومن بعد تختلف مصالحهم السياسية. ولهذا ملي كنحكيو على تاريخ الجزائر خاصة ما نختزلوش لا في 1830 ولا في 1954 ولا قيلا في 1962. خاصنا نشوفوا القصة كاملة، من الجزائر قبل الاحتلال إلى المقاومة إلى الثورة، الدعم المغربي إلى مؤتمر طنجة، اتفاقية إيفيان، ثم الاستقلال. وهكذا سالت مرحلة بدات مرحلة أخرى.